أخبار متداولة بأن محمد الحلبوسي متورط بتهريب رئيس الوقف السني سعد كنبش من السجن، وأخبار أخرى تقول بأن بيت الحلبوسي قد تعرض للتفتيش بأمر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري. من هو سعد كنبش؟ هو رئيس ديوان الوقف السني، وهو على علاقة مقربة من محمد الحلبوسي، وهو أحد أقرب الرجال له، وكان متهم بجرائم اختلاس تصل قيمتها إلى 45 مليار دينار، وتم الحكم عليه السجن ل4 سنوات بأمر قضائي، إلا أنه هرب من السجن بمشهد صورته كاميرات المراقبة يقال عنه بأنه مشهد هوليودي. وقال الناطق باسم القوات المسلحة بأن هروبه جاء بعد زيارة أخته له أسماء كنبش، التي تمتلك أيضا علاقة مقربة من الحلبوسي. وتقول بعض المصادر بأن سعد كنبش أرسل خبر لشركائه وهو في داخل السجن بأنه إن لم يخرج قبل عيد الفطر سيقوم بفضح جميع شركائه وبالمستندات. وذكرت بعض المصادر حسب قولها بأنه كانت هناك جهود من قبل الحلبوسي تجاه وزير الداخلية للمساعدة في تهريب سعد كنبش من السجن وبمقابل أموال كبيرة، إلا إنه رفض. فبدأت الضغوطات القانونية التي تمثلت بطلب استجواب وزير الداخلية لسبب لا يذكر. يتم استضافة وزير الداخلية بعد العيد مباشرة، استضافة وزير الداخلية وتوجيه سؤال شفهي لوزير الداخلية، يجي هنا يجاوب. السؤال الشفهي مفاده سيارتك أنت وزير الداخلية مظللة ولا مو مظللة، يجي يجاوب هنا مجلس النواب. هو يجي وزير الداخلية والسؤال موجه له وللسلطة التنفيذية. والسؤال الثاني، هل اتخذ الإجراءات القانونية بحق من أصدر هذه التصريحات ومن روج إلها سواء من الضابط أو من الجهة الإعلامية اللي توجهت إليه. ويوم أمس وقعت سؤال شفهي أيضا معنون إلى وزير الداخلية تتعلق بمخالفات في وزارة الداخلية من السيدات والسادة النواب، يجي يحضر هنا إلى جلسة مجلس النواب. وبهذه الأثناء تم هروب سعد كنبش من السجن، ودخلت بغداد حالة استنفار قصوى للبحث عنه، حتى وصلت عمليات البحث إلى حي القادسية الذي يقطن فيه السياسيين والوزراء. وتم إعطاء أمر مباشر من وزير الداخلية بتفتيش بيت الحلبوسي، وهذا تحدي كبير. وهنا يظهر الحلبوسي مبادرا بأن يتفاهم مع القوات المأمورة بتفتيش منزله. ومن جانب آخر فقد تم تهديد الحلبوسي من قبل أفراد من عشيرة وزير الداخلية، قائلين بأنه إن تم استجواب الوزير سيتم اقتحام مجلس النواب من قبله. يتطاول على أسياده محمد الحلبوسي، عبد الأمير الشمري، ابن شمر، ابن واحد شمر، تتطاول عليه يعني تنتفض عليه كل شمر بالمقاوير. لا نقول لك سلاح ولا هاي، لأن أنت مستواك بهاي العوجية. كيف لك العباس إذا توصل ولك نية توصل وتسقطون بعبد الأمير الشمري ما تلومون إلا نفسكم، وراح تجيكم الرسائل يوم تلو الآخر. علي مانع شنو يا أمامك؟ هو علي بساعة نطب، هو علي بساعة نطب. المجلس النواب منتظرين كلمة منه مسجل. المشهد العراقي السياسي يحمل المفاجآت الكثيرة، لذا ما علينا غير الترقب والانتظار لما سوف يحدث في الأيام القليلة القادمة.